يا أهلا ومرحبا فيكن يا غالين، رجعنا من جديد بوصفة تانية بتمنى تنال إعجابكن. خلينا سوا نساوي هاي الوصفة يلي بترد الروح بريحتها ونكهتها الطيبة وسهولة تحضيرها. اللحمة على الخبز، وكمان شرحات البندورة والفليفلة الخضراء، ولحتى تكمل معنا هاي الوصفة الطيبة نغرقها بالجبنة البشاميل لحتى ناخد النكهة الطيبة لهي السندويشة. هيك وقت بتسخن السندويشة وبتطلع من السخانة هي والسخنة والجبنة دايبة فيها بتشهي القلب. يلا نبلش على بركة الله، نبلش هي الوصفة اللي كتير سهلة كمان تسكيتة آخر الجوع، وإذا إجاكن ضيف على غفلة فيكن تحضرولن ياها كمان كتير طيبة ولذيذة وبتتحضر بثواني. أول خطوة ومكون معنا ضروري إنه اللحمة. لحتى نعمل هاي السندويشة الطيبة لازمنا لحمة، كيلو من اللحمة الخروف، وكمان رح نضيف عليهم ربع كيلو من الدهنة اللي بيعطيها النكهة اللي كتير طيبة. الخضروات اللي رح نضيفها حبة بندورة وحبة فليفلة خضراء، رح نفرمهم لشرحات رفيعة على البندورة، والفليفلة مكعبات صغيرة، ورح نضيفهم للسندويشة. واللحمة ضفنا لها معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من 7 بهارات، ومعلقة صغيرة من الفليفلة الحارة، وكمان ضفنا الملح. وطبعا اللحمة ما رح نكتر فيها كتير بهارات لحتى ما تضيع طعمة اللحمة يلي موجودة. كترة البهارات فيها اللحم العجل ولحم الخروف من أنواع اللحوم يلي ما بينضاف كتير إلها بهارات لحتى اللحمة تضل محافظة على نكهتها الطيبة. سلامي للناس يلي أتعبتهن هاي الدنيا، اتبسموا دائما، وتأكدوا دائما بعد العسر يسرا، وتأكدوا دائما إنه رب العالمين ما رح ينسى بالتعب اللي انتوا عم تمروا فيه بحياتكم. وإن شاء الله أيام الجاية تكون أيام كلياتها مليئة بالسعادة والحب. الصابرين دائما هن يلي بيحملوا وجع كبير، ولكن بيضلوا مبتسمين بوجه الحياة وكأنه شيئا لم يكن. والصبر طبعا مو مجرد صبر كلمة وبتنقال، الصبر بالحياة هو المفتاح الفرج للنجاح، لأنه هذا الصبر اللي انتوا عم تصبروه هي قوة عم تجيكن من رب العالمين على صبركن وإيمانكن على تعب هي الدنيا وأيام يلي عم تحسوها. وطبعا الصبر للصابرين هو مفتاح الفرج. حسن الظن بالله وسط انشغالنا بالدنيا، دائما نتأكد انه رب العالمين فوقنا، وكل شي بنتمناه رح نحصل عليه بصبرنا وإيماننا. بقلوب الصابرين في حكاية كتيرة ما بتنحكى، لكن فيها إيمان. العوض من الله، بينسينا مرارة الأيام يلي عم نمر فيها، والحمد لله دائما وأبدا على الصحة والعافية والبيت والأولاد وعلى كل شي. بعد ما قطعنا الخضروات البندورة والفليفلة وكمان جبنا خبز، دهنا عليه اللحمة، حطينا طبقة من اللحمة ومديناهن كتير منيح. من بعدها رح نضيف عليهم شرحات البندورة والفليفلة، وفيكن كمان ترشوا رشة بقدونس خفيفة عليها كمان بتعطي نكهة كتير طيبة. رح نحط شرحات البندورة يلي قطعناهن، تقريبا 4 حبات من الشرحات البندورة، وكمان الفليفلة حدة لحتى هيك ناخد هيك طعمة كتير طيبة. ومن بعدها رح نحط عليهم جبنة الأشقوان أو جبنة موزاريلا، أي نوع جبنة عندكم بتسيح وبتعطيها هيك نكهة كتير طيبة كمان. وإذا ما ضفتوا الجبنة كمان بتطلع طيبة. منضيف كمية الجبنة عليها ومن بعدها رح نحطها بالسخانة. أكلة كتير خفيفة وسهلة، وجوع آخر الليل إذا محتارين وجوعانين شو بدكن تقدموا عشا خفيف، هاي السندويشات كتير لذيذة وكمان ما بتطلب وقت أبدا، ومنقدم جنبها كاسة عيران أو أي عصير انتو بتحبوا تشربوه جنبها، ومنحطهم بالسخانة ومنتركهم تقريبا كل سندويشة بالسخانة طولت معي تقريبا 5 دقايق، ما أخذت وقت أبدا بالسواء.
وعملنا السندويشات وقدمناهم بهي الطريقة. بتمنى تعجبكن، وهيك تكون هيك وصفة خفيفة وسهلة وكمان كتير طيبة. مثل ما قلت لكم انه فيكن تقدموها بأي وقت، فيكن تعملوها وجبة غدا كمان كتير طيبة، وجبة عشاء. صحتين وألف هنا على قلبكن إذا جربتوا هاي الوصفة. لا تنسوا تشاركوني آرائكن الحلوة، وكمان بإصبعكن الحلو عملوا إعجاب واكتبولي من أي بلد انتوا عم تتابعوني، بيشرفني كتير أعرف وشو أكتر مرحلة وفقرة حبيتوها بهاي الوصفة. وإن شاء الله دائما نلتقي بفيديوهات تانية. وشو كمان الوصفات اللي بتحبوا نعملها سوا، شاركوني آرائكن الحلوة. شكرا لحسن المتابعة إذا كنتوا عم تحضروني لهي الساعة، وبحب أقلكن مع ألف سلامة. إن شاء الله بنلتقي بفيديوهات تانية. باي باي.